اهلا ومرحبا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده على قناتنا جدير سبورتس. معاكم محمد جد الله، وان شاء الله النهارده عندنا حلقه جديده فيها العديد من الموضوعات على الساحه الرياضيه المصريه والعربيه والافريقيه. طبعا احنا الفتره اللي فاتت بس قعدنا بتاع فتره كده ما ننزلش فيديوهات، طبعا يعني الموضوع غصب عننا، لكن احنا على الصفحه بتاعه الجروب بتاع القناه بننزل الاخبار اول باول. لكن احنا طبعا بنعزل لحضراتكم يعني ظروف خارج عن ارادتنا، فبنحاول ان شاء الله نكون مع حضراتكم اول باول الفتره الجايه. طبعا قبل اي حاجه ما تنساش تدعمنا باللايك وسبسكرايب للقناه الجميل، وتدعم صفحتنا على البيج على الفيسبوك باسم جديد محمد جد الله، وتصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت مهم. النهارده عندنا احداث كتير جدا ونتكلم عنها، بدايه من مباراه النادي الاهلي والهلال اللي ان شاء الله بكره باذن الله في القاهره، ان شاء الله الاهلي يصعد من خلال دور الثمانيه. وعندنا برضو عن يعني ظروف او اخبار عن مرض الكابتن محمود الخطيب وعوده المستشار مرتضى منصور للنادي مره اخرى بعد تقضيه شهر الحبس. وبعد كده عندنا برضو نتكلم سريعا عن مباراه الزمالك والمريخ وبعض الاخبار الاوروبيه بشكل سريع. لكن قبل اي حاجه خلينا نبدا مع حضراتكم الحلقه. يلا بيبدا الحلقه، يلا بينا. بدايه كده هنتكلم ان شاء الله النهارده مع يعني عن مباراه النادي الاهلي والهلال السوداني في دوري ابطال افريقيا، وان شاء الله المباراه تكون يعني غدا باذن الله بتوقيت القاهره مساء. هنتكلم عنها بشكل سريع، ازاي النادي الاهلي يقدر يلعب المباراه، وكولر ازاي يلعب مع الهلال، وازاي يقدر يكتسح فنيا الهلال بشكل فني وبطريقه تكتيكيه مرنه جدا. لكن قبل ما نتكلم عن المباراه خلينا نتكلم كده عن المباراه بشكل عام. النادي الاهلي محتاج ايه في المباراه دي؟ محتاج ان هو يلعب على الاطراف بشكل كويس جدا، يكون عنده تركيز بشكل كويس جدا، يركز على الكونتر اتاك بنادي الهلال، ويلعب على يعني قفل على مساحات بالنسبه للمهاجم إيلومبو اللي هو الجديد بتاع النادي الهلال. وهي جايب دفعه معنويه كبيره جدا، جماهيره عندها ثقه عاليه جدا في فرقتها، عندهم ثقه كبيره جدا زياده عن اللزوم. فالنادي الاهلي ممكن يلعب على الجزئيه دي بشكل كبير جدا، ان هو يقدر يلعب على ان نادي الهلال السوداني عنده ثقه زايده وعندهم كبرياء شويه، ويعني ان احنا هنقدر نكسب. ولكن ان شاء الله النادي الاهلي بدعم الجماهيري 50,000 متفرج، طبعا نفذ التذاكر بشكل كبير، والدعم الجماهيري والدعم الفني من كولر، ويعني نقدر نقول ان شاء الله هتبقى مباراه يعني في النادي الاهلي ليه بشكل كبير جدا. كما تبقاش على حاجه تبدا فنيا من المباراه، شرح الفني للبورد. يلا بينا. بدايه كده احنا يعني افضل ان كولر يلعب ب 4 3 2 3 او 4 2 3 1 زي ما حضراتكم شايفين. يلعب اهم حاجه بس كولر قبل ما يلعب ب 4 2 3 1 او يلعب باي تشكيله، انه يثبت الجزئيه المهمه جدا هي الفراغات بين نص ملعب وبين السردباكات. دي جزئيه كبيره جدا جدا وقع فيها النادي الاهلي والزمالك ومنتخب مصر مع الفتره الاخيره، وكانت واضحه قوي قوي ان في فراغ او جاب كبير جدا بين كل من الفراغ بين نص ملعب وبين السردباكات. ولكن دي جزئيه مهمه لازم يعني كولر يركز عليها، انها وقعت فيها جدا النادي الاهلي في ماتش سان داونز، وكانت يعني كارثه كبيره جدا. ولكن انا عايز اقول في النهايه في المباراه ان احنا نلعب يعني التشكيل المفضل بالنسبه لي محمد هاني، عبد المنعم، متولي او جاهز لو جاهز، متولي لو جاهز، وعبد المنعم افضل ثنائي لو ياسر ابراهيم لو مش جاهز. الشمال طبعا معلول، اثنين ديفندرات، افضل ديانج ومروان عطيه، او ديانج وحمدي فتحي لو انت عايز تامن شويه. لكن احنا عايزين نكسب ان شاء الله المباراه من اولها، فانا بفضل نلعب بديانج ومروان عطيه، لان مروان عطيه بيزيد الى حد ما جوه بشكل كبير. نلعب طبعا برقم 10 قفشه، ورقم باليمين حسين الشحات ان شاء الله لو جاهز، وعبد القادر وقدام بتاو. فواحد يقول لي ليه نلعب بتاو مهاجم ما نلعبش بيه جناح؟ لان تاو كمهاجم هيخترق من الناحيه الخلفيه للهجوميه بشكل سريع جدا، ويقدر يخترق الهلال بشكل كبير. ده التكتيك يلعب بيه كولر برسم تكتيكي. ولكن انا اتمنى في بعض الحالات في المباراه ان قفشه، مش هقول لك بقى يزيد كمهاجم تاني، يزيد كصناعه كمهاجم تاني في بعض الحالات في مع تاو لو هيزيد، واخلي ان الاربعه اللي قدام دول يزيدوا بشكل كبير جدا، ومروان عطيه يضم كصانع لعب في بعض الحالات، ويلعب ب 4-1 يعني 4-1 3-2 في بعض الحالات الهجوميه اللي النادي الاهلي يضغط بيها على الهلال السوداني بشكل كبير. النادي الهلال السوداني عنده اخطاء دفاعيه كبيره جدا، ومش بيقدر يتدارك الموقف او بيقدر يتدارك فنيا في المباراه بشكل كبير، وبالتالي هتكون المباراه سهله اذا اقتنص ولعب بالضغط الهجومي بشكل كبير. ولكن برده مع مراعاه ان الاجنحه ما تطرش، ولو واحد من الاجنحه زاد قدام يبقى الثلاثه ورا يقفوا كثلاثي كده مأمنين المنطقه بشكل كبير جدا، والديفندر اللي هو جديان يفضل ثابت. ده الشكل اللي الاهلي اتمنى نلعب بيه المباراه. ده بنسبه كده الاهلي ممكن يلعب بيه ازاي، والكوره يلعب بيه ازاي، وتشكيل متوقع للمباراه. اما بقى من خارج الملعب، اتمنى ان الكوره يفهم اللعيبه ان المباراه سهله، احنا على ارضنا، ان في ايدينا شكل كبير جدا، المباراه ان شاء الله تكون سهله بوجود الجماهير والدعم الجماهيري. اتمنى ان لعيبه النادي تفهم ان المباراه سهله جدا، مفيش اي مخاوف، نلعب بس بالشكل التكتيكي المطلوب مننا من كولر لما يقسموا المباراه، ونلعب بشكل سهل ومرن.
ده احنا كده مع حضراتكم على منظر النادي الاهلي و يعني تشكيل متوقع ان شاء الله وازاي يلعب كولر بالمباراه. نخش بقى مع حضراتكم عن خبر اخر، والا وهو مرض الكابتن محمود الخطيب شفاه الله وعافاه. طبعا يعني في خبر عاجل من حوالي يومين او يوم، الكابتن محمود الخطيب يعني نزل خبر هو تعبان ويسافر بره لبعض الوعكه الصحيه. وطبعا الكابتن عمرو فاروق نزل خبر بكده وقال لك ان هو ان شاء الله قريبا يرجع النادي باذن الله. فاتمنى ان شاء الله التوفيق او الشفاء العاجل باذن الله للكابتن محمود الخطيب. عندنا برضو خبر تاني هو بقى يعني عمل ضجه شويه، هو عوده المستشار مرتضى منصور نادي الزمالك مره اخرى لقياده النادي بعد الحبس لمده شهر لما كنا مع حضراتكم قبل كده عن الموضوع. وبرضه في تريكه في ناس كتير مش فاهماها، المستشار مرتضى منصور رجع، هيئه القضاء ده بتقول لك ان مرتضى منصور تم عزله. ايه الدنيا واضحه لفين؟ هنوضحها مع حضراتكم، ولكن يلا بينا. المشكله كلها يا جماعه مرتضى منصور لما اتحبس لمده شهر كان يعني حكم وقف التنفيذ، الراجل اتحبس، رجع قعد شهر في المستشفى، رجع مره ثانيه مسك النادي مره اخرى، الموضوع سهل. ولكن هيئه قضاء الدوله بتقرر بعزل المستشار مرتضى منصور وطبقا للائحه يتم عدم انتخابات رئاسيه عاجله للنادي ب يعني على منصب الرئيس يعني. لكن الموضوع حتى الان مش واضح ملامحه، ولكن احنا نقدر نقول ان مرتضى منصور رجع مره ثانيه. في كلام كتير جدا ان هو برضو عملوا لجنه فنيه بقياده الكابتن احمد عبد الحليم وعبد الحليم علي وميدو وكابتن طارق يحيى وخالد الغندور والكابتن جمال عبد الحميد. لجنه يعني 9 افراد هيختاروا المدير الفني له صلاحيات الكامله، يختار المدير الفني بجهازه الفني بالكامل، هيكون في مدير رياضي جديد اجنبي للنادي. وفي كلام كتير جدا بيتقال ان في مدير فني هيكون ايطالي الجنسيه. ده الكلام اتقال بفتره اخيره عن الزمالك، وكل ما يجرى داخل الزمالك ان هو مرتضى منصور رجع، اللجنه اتعملت هتحط مدير فني اجنبي هيكون نقدر نقول ايطالي الجنسيه بشكل كبير جدا. وطبعا زي ما قلنا لحضراتكم اللي فات برضه كانت خساره كارثيه من البنك الاهلي بالخروج من كاس رابطه، ويعني اداء ذهيل جدا وثلاث اهداف في حوالي 10 دقائق، وضع صعب جدا للزمالك. اتمنى الفوق يعني فوق من الكبوه بعد خساره دوري الابطال، الدوري، الكاس الرابطه، الكاس، يعني اخفاقات ورا الاخرى. فاتمنى ان شاء الله التوفيق للزمالك الفتره الجايه. برضه النهارده ان شاء الله الزمالك يلعب مع المريخ في دوري ابطال افريقيا، ماتش تحصيل حاصل. اللي يلعب هياخد ربع جنيه مخروم، يعني وجهه نظري الاثنين حصلتين المجموعه مع الاسف. الزمالك طبعا بعد ما تاكد صعود نادي الترجي التونسي المركز الاول والشباب والوزير المركز الثاني والزمالك الثالث والمريخ الرابع، فالاثنين هيلعبوا على ربع جنيه مخروم ده اكيد يعني. ومباراه تحصيل حاصل في القاهره. ويعني اتمنى ذلك بقى، يعني انا مش هقول اكتر من اتمنى توفيق اتمنى توفيق اتمنى توفيق، لان اللعيبه ما فيش قدرات فنيه تقدر تقود الزمالك. اللعيبه يا جماعه الموجوده في الزمالك قلنا مرارا وتكرارا، اللعيبه الموجوده فنيا او حالتها لا تسمح انها ترتقي بين الزمالك، وفنيا قليله جدا. فاتمنى التوفيق ان شاء الله للزمالك برضو زي مره بنقول، ويعني نادي الزمالك يفوق بقى اكتر من كده ان شاء الله، ونتمنى ان هو يفوق من هذه الكبوه، ويعني نقدر نقول ان شاء الله ان هو يخرج من الكبوه دي ويفوق الفتره الجايه ان شاء الله. ده كده يكون متعلق باخبار الصحه الرياضيه. عشان بس نتكلم بشكل سريع جدا بس عشان ماتش مباراه مصر وملاوي الذهاب والاياب، عشان بس ما كانش عندي وقت نحللها. فنقدر نقول بس ان فيكتوريا مدرب كويس جدا يا جماعه، لعب بتكتيك كويس جدا. رقم واحد اظهر صلاح بشكل كويس. رقم اثنين في التحرك بدون كوره بشكل كويس جدا مع اللاعبين في جميع انحاء الملعب. رقم ثلاثه بيستغل مصطفى محمد بشكل كبير جدا، الراجل في حاله من الفنيات واضحه في ارض الملعب. ولكن برضه ستظل مشكله احنا اتكلمنا عنها اللي بتقع في النادي الاهلي برضه، هي الجزئيه بين نص الملعب وبين الدفاع في فجوه، دي مشكله كبيره. فستظل مشكله كبيره برضه منتخب مصر هي الجزئيه دي. ولكن فيكتوريا بدايته مبشره، مدرب كويس بيعمل تحرك بدون كوره كويس زي ما قلنا قبل كده من زمان، هو الراجل بيلعب مثلثات. فالراجل دي نوع من التفاؤل والامل في المنتخب، احنا اول المجموعه صدرين، فان شاء الله انا متفائل بفيكتوريا. في لعب على الاطراف، في لعب على وسط الملعب، في ساب مثلثات، في شغل فني. ف الحمد لله متحسن عن الفتره اللي فاتت. فان شاء الله اتمنى التوفيق ان شاء الله لمنتخب مصر الفتره الجايه مع فيكتوريا، والتركيز الافضل والاداء على اكتر من كده ان شاء الله، وندخل عناصر جديده للمنتخب. ولكن عناصر بدايه كويسه جدا، زيزو كان موجود، عبد القادر، صلاح، طارق حامد بيقدم ممتاز جدا، محمود حماده وعم اكتر من رائع، في يعني عناصر كويسه جدا في المنتخب. فاتمنى ان شاء الله ان فيكتوريا يستمر على هذا النهج ويطور اكتر واكتر، وان هو يضيف عناصر اخرى للمنتخب برضه بحيث يزيدوا التقل الهجومي والزياده والكثافه في الناحيه الهجوميه والدفاعيه ان شاء الله. بكده احنا نكون وصلنا مع حضراتكم لنهايه الحلقه، يعني لمينا مع حضراتكم بعض الاخبار على الصحه الرياضيه وحابين نتكلم مع حضراتكم في الصوره. اسف جدا جدا على التاخير على الحلقه، واللي احنا غبنا عن حضراتكم فتره طويله. وبكده نكون وصلنا مع حضراتكم لهذه الحلقه. لو عجبتك الحلقه مش دعموا لايك جميل للقناه، ودعموا سبسكرايب للقناه، ودعموا صفحتنا على الفيسبوك اسم محمد جلال وجلال سبورتس، وعلى الاكونت على انستجرام وتيك توك باسم جديد 99.
كان معكم أنا محمد جد الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله. سلام.